الإنسان يشتغل. نعم. شوفوا أبواننا كلهم اشتغلوا ترى أقول هذه في مجتمعات ما في خطأ وسابوا له. يتخرج الواحد من معهد مهني براسه وظيفة عليا. أنت ابدأ من الصفر. شوف عندكم رجال أعمال وزراء بدأوا من الصفر. بعضهم باعوا في الصفات يعني يبيعوا البضاعة. يقولوا تبعي النملة. شوف عن الراش يعني دريس يعني عن لقبه. بدأوا من لا شيء وصلوا له. إن الحمد لله الفرصة متاحة أكثر. شبابنا العمل في الدولة في الأعمال الحرة مثل ما أنتم قاعدين فيها مفتوح المجال، لكن ترى بعض شبابنا أو بعض الشيء كلهم يبي يستعجل اللي بيشتغل عنده. الحمد لله أنتم الآن اللي أسيب شبابنا يبي راسه يتخرج من الجامعة يروح وظيفة عليا. اشتغل في شيء متاح لك. واحدة جربت أنا في الأمارة أو في هنا كذا. يجي واحد الله حي عارف حاله ولا يعني أشوف ظروف ولا شيء. يكون في مرتبة سادسة يقول له أبي ثامنة. أنت محمد في أي مرتبة دي؟ السادسة الله يسلمك. السادسة؟ اي نعم. طيب. أخوانك اللي قبل نفس الشيء؟ كلهم السادسة الله يسلمك. سادسة يمكن سيدي يا أخي مجال. بعدين هي أحسن. لكن الوظيفة اللي أنت تثبت وجودك وتمشي فيها أو بس كذا يمكن الواقع الحمد لله ويسر الله عليه. من أول يشتغل أي شيء عشان ياكل لقمته. الحين يجي بيته هلا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا عمه ولا خاله ويزرع وياكل. العمل والله لو اشتغلوا شبابنا في كل الأعمال وشاباتنا إن يمكن نوفر 80% من العمل الأجنبي.